الواحد مش هيقول في اللي هيوريه لكم دلوقتي ده غير حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع الفيديو اللي هشغله لك دلوقتي ده، وبعد كده ارجع لي عشان أقول لك التفاصيل والقصة. انا خدت حبايه الغله دلوقتي وذنبي في رقبه كل اللي ظلمني. مش مسامح اي حد ظلمني. بس حبايه الغله يا اما انت فاكر انا بضحك؟ انا خدت الاثنين وربنا بعد ما صحيت اخدت الاثنين دلوقتي. هو الشاب اللي ظاهر في الفيديو اللي انت سمعته دلوقتي ده اسمه مصطفى محمد من الدقهلية. بيتكلم وبيقول ان هو خد حبايتين غلة او حبايتين غلا. انا ما اعرفش اسمها غلة ولا غلا، ولكن الحبايتين دول بيقول ان هو خدهم وتوفى بعديها على طول. والكلام ده كان في بث مباشر على التيك توك، وهو فاتح البث المباشر او اللايف ده خد الحبايتين ومات. والسبب ان هو مقهور وزعلان ومظلوم، وبيقول في البث اللي كان فاتحه انه مش مسامح الاشخاص اللي ظلموه، وخد الحبايتين وودوه للمستشفى واسعفوه وعملوا له غسيل معده، ولكن للاسف ما لحقوهوش وتوفى الشاب. في بعض الاشخاص من اللي بيقدموا محتوى على الميديا بيقولوا ان السبب اللي خلى الشاب ده يعمل كده كتر الديون اللي عليه، ان هو كانت عليه ديون زياده عن اللزوم والناس مش صابره عليه فضغطوا عليه فوصلوه ان هو يعمل كده. الشاب قبل الواقعه دي بشهر كان منزل بوست على النت بيقول فيه ان هو كان متضايق ومخنوق، فيجي احد المتابعين او احد الاشخاص يرد عليه في التعليقات يقول له خد حبايتين غله وهترتاح او قلبك هيرتاح. طبعا الشخص ده بيرد عليه هو بيقول له اتق الله، فده بيقول له خد الحبايتين دول يعني اخلص من حياتك او خلص على نفسك او ايا كان المعنى اللي كان يقصده. ولكن الطريقه بتاعت الرد على البوست كانت طريقه غريبه جدا. فايه اللي يوصل شاب زي ده ان هو يعمل كده في نفسه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ايا كان السبب وايا كان الاشخاص اللي ظلموه، هل انتوا كده ارتحتوا لما هو توفى وانهى حياته؟ طب هل تعتقدوا ان هو توفى وزي ما كلنا عارفين ان الانتحار حرام وان هو انهى حياته هيدخل جهنم والموضوع كده يخلص؟ اكيد لا. كل اللي ظلموه هم شركاء في حالة الوفاة دي، كل اللي سببوا في قهره هم شركاء في حالة الوفاة دي. وحسبي الله ونعم الوكيل. الناس ليه بقت تعمل في بعض كده لدرجة انها بتوصل بعضيها انها تعمل في نفسيها كده؟ من فترة، من حوالي سنة او سنة ونص او سنتين، كنت منزل بوست او كنت عامل فيديو تقريبا مش متذكر، كان لاحد الاشخاص برضه، كان شاب كان تعبان ومريض عنده نوع معين من المرض. الشاب ده كان دايما بينزل بوستات على صفحته بيستغيث فيها وبيقول ان انا كنت تعبان ومريض، وكنت دايما اطلب من المدير بتاعي اجازة عشان خاطر اخد اجازة اروح اتعالج، ولكن المدير كان دايما بيجي عليه وبيحط عليه وما كانش بيرضى يديله الاجازه بتاعته. طلب سلفه علشان خاطر ظروفه على قده عشان يكمل علاجه، برضه المدير كان بيتريق عليه ويسخر منه وما كانش بيديه الفلوس دي. المهم وصلوه برضه في الاخر لمرحله ان هو توفى. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الناس ليه بتعمل كده؟ يعني انتوا ايه عايزين من الاشخاص دول؟ يعني انت بتفضل تناكف في شخص لغايه ما توصل ان هو ينهي حياته او يخلص على نفسه او يعمل في نفسه حاجه. هل انت كده سعيد ومبسوط؟ طب هل هتشوف حد تاني غيره؟ يعني هل بعد ما خلص ده على نفسه وخلصت حياته وطلع من حياتك وما لقيتش حد تناكف فيه وتظلمه، هل هتحول على حد تاني غيره عشان خاطر تظلمه؟ ولا هتعمل ايه؟ ولا هتقضي حياتك ازاي؟ طب انت فاكر ان انت لما تنزل القبر تحت هيحصل معاك ايه؟ ربنا هيحاسبك ازاي؟ طب هل انت شخص بتصلي؟ هل انت شخص بتدخل الجامع المسجد؟ هل انت شخص بتدعي ربنا في صلاتك؟ هل انت شخص لو سألناك بتحب ربنا هتقول اه انا بحب ربنا؟ طب بتحبه ازاي وانت بتظلم عباده وبتظلم خلقه؟ من فترة دخل عندي احد الاشخاص كان طالب مني بيستفسر عن شيء، وكان طالب مني يسألني على حاجة، ورديت عليه الرد اللي اعرفه والموضوع اتقفل على كده. جه من يوم او من يومين لقيته بعت لي رسالة على الرسائل في الخاص، بيقول لي ان هو عايز يعمل اعلان عندي على الصفحة اعلنه عن حاجة معينة وان هو هيديني مبلغ معين. جيت عشان ارد عليه، الرسائل ما بتردش، بيكتب لي كده بالنص تعذر الارسال. الرسائل مش عايزه توصل للشخص ده. اكتشفت بقى ايه من خلال القصه دي؟ اكتشفت ان اصلا الكلام اللي احنا قايلينه قبل كده ان الصفحه واجعه وان بيتعمل حاجات وبيتعمل اساليب وبتدفع فلوس في الصفحه عشان خاطر توجع وعشان خاطر ريتش هيوجع وعشان خاطر الفيديوهات ما توصلش للناس. والكلام ده زي ما احنا حكيين قبل كده كتير جدا على الحساب عندنا ان الكلام ده متعمد ومعمول برضه من احد الاشخاص. فوصلوا لمرحله دلوقتي ان هم بيوقفوا لك في رزقك، بيوقفوا لك في اكل عيشك، بيوقفوا لك في حياتك، بيوقفوا لك في ارزاقك. طب انت هتستفاد ايه؟ طب انت كده مبسوط؟ حسبي الله
ونعم الوكيل. وصلوا لمرحلة ان هم هكروا الصفحة او متحكمين في الصفحة لدرجة ان الناس اللي بتراسلنا علشان خاطر تعمل اعلانات، علشان خاطر تدفع لنا فلوس، يكون المقابل للاعلانات دي فلوس، وان ربنا سهل علينا واكرمنا وفتح لنا باب رزق، هم بيوقفوا باب الرزق اللي ربنا بيفتحه. تخيلوا الناس دي. يعني انا نفسي اعرف انتوا قلوبكم ايه؟ يعني الظلم اللي انتوا بتظلموه ده، هل انتوا بتعيشوا عليه، بتتلذذوا بيه، بيقويكم مثلا، بيخليكم مبسوطين، بيريح نفوسكم، بيريح نفسيتكم؟ وعند الله تجتمع الخصوم. اظلموا زي ما انتوا عايزين، اعملوا اللي انتوا عايزينه، هتاخدوا الدنيا وهتوصلوا فيها مهما هتوصلوا، وفي الاخر هتنزلوا في التراب، واحنا برضو هننزل في التراب، وهنلتقي كلنا عند رب العزة سبحانه وتعالى، ونبقى نشوف وقتها هتقول لرب العزة ايه. ويكون لمعلومكم، كل اللي ظلمني، كل اللي عاون الظالم على ظلمه، وحتى الاشخاص اللي عملت في نفسها كده، لا الاشخاص دي مسامحاكم للناس اللي ظلمتهم، ولا انا بصفة شخصية مسامحكم ولا مسامح اعوانكم. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص ظلم وطغى وتجبر وقطع رزق حد او وقف في رزق حد او اذى حد. حسبي الله ونعم الوكيل.